احسن نتيجه ممكنه. فده كان بالتحديد المجال بتاعي، ومنه ده اللي اداني فرصه ان انا اشتغل مع اكثر من ناشونال لاب في امريكا في ازاي نعمل معادلات رياضيه لان احنا نبني النكست سوبر كمبيوتر. الكمبيوتر اللي موجود دلوقتي فيه مليون كور، الكمبيوتر اللي هيطلع بعد سنتين هيبقى فيه 10 مليون كور، الكمبيوتر اللي هيطلع بعد اقل من 4 أو 5 سنين هيبقى فيه 100 مليون كور، وهنوصل لمليار كور في خلال 15 سنه. ودي حاجات بتحكمها معادلات رياضيه وبتحكمها قوانين كتيره. ممكن القانون اللي هيعرفوا كتير قوي من الطلبه اللي في الكمبيوتر ساينس اللي هو اسمه مورز لو، اللي هو مورز لو، جوردن مور اللي هو مؤسس شركه انتل. طبعا قانون مور في السبعينات، قانون مور الشهير بالظبط. بس ده 2018 هينتهي القانون ده. هو طبعا وارد ان هو ينتهي، ولكن الكمبيوتر ساينتست ما يزالوا شغالين، وهم عايزين ياخروا على قد ما يقدروا من 2018 ل 2025 القانون ده، يحاولوا يخلوه يزقوه، يدوا له زقه كده خليه يشتغل لغايه 2025. ولكن في تكنولوجيا جديده هتبتدي تنزل في الوقت ده تلحقنا قبل ما نوصل للحيطه اللي ممكن تعطلنا يعني. نعم. فبالتحديد اشتغلت في الاريا دي، اشتغلت في الديزاين بتاع سوبر كمبيوتر. هو لسه هينزل في سنه اخر السنه دي او اول 2013، لسه البروجكت ما خلصش. تبقى سرعته قد ايه؟ فندم؟ الكمبيوتر اللي هيطرح نهايه عام 2012 هتكون سرعته قد ايه؟ ده هيبقى 10 مليون بروسيسور، وهيبقى مش اقل من 30 تيرا فلوب. 30 تيرا فلوب دي يعني حسابات من ضمن الحسابات اللي بتستخدم في الكمبيوتر ساينس، ودي يعني 10 اضرب 10 في 10 مليار عمليه حسابيه في الثانيه، رقم ضخم جدا يعني. طبعا الكمبيوترات دي لن تكون موجوده في المنازل او في البيوت او في الاعمال التقليديه، ولكن مصر الثوره انت عندك مشروع ان احنا نستفيد من السوبر كمبيوترز دي لمصر الثوره، نستفيد منها في ايه؟ مشروعك ايه هنا؟ طبعا في حاجات كتيره ممكن تتعمل في المجال ده، زي ما انا قلت قبل كده. هو بصفه عامه الغرب والدول المتقدمه لما بتعمل بحث علمي اللي بيحصل فيها ايه؟ بيقول والله طيب خلينا نشوف الخريطه العامه للبحث العلمي بعد 5 سنين هيحصل ايه؟ او ايه اللي المفروض نوصل له بعد 5 سنين؟ وامريكا والمانيا والصين وكل الدول دي يقول لك انا بدل ما هوصل لها في 5 سنين انا هوصل لها في 4 سنين او 3 سنين. هو سباق سرعه. فندم؟ سباق سرعه في ان انا اوصل للنتائج، ولازم يبقى معايا الادوات اللي تساعدني في حاجه زي كده. انا شايف ان السوبر كمبيوتر ممكن يساعدنا في حاجات كتيره جدا. احنا عندنا هيئات هنا ابتدت في الموضوع ده، زي هيئه الاستشاره عن بعد. ممكن اديك شويه ابلكيشنز وارده انها وجاهزه لانها تطبق حالا في مصر. اديك مثال، احنا قبل الثوره انا فاكر كانت مشكله كبيره جدا في مصر، الميه بتاعتنا بتروح فين؟ ميه النيل بتروح فين واحنا محتاجين نوفر فيها. احنا عارفين ان دلوقتي بمنتهى السهوله تقدر تجيب صور للاقمار الصناعيه لمساحات شاسعه جدا من اي دوله. ممكن نمسك الصور دي ونعمل لها تحليل، ومن التحليل ده اقدر اعرف الميه بالتحديد بتروح فين، فين اكتر محافظه تستهلك الميه، ايه اكتر محصول بيستهلك الميه. ممكن ابتدي اعمل ريديزاين او ري الوكيشن للريسورسز بتاعتي او للميه بتاعتي بانهي جزء بالتحديد. ده مجال. في حاجه ثانيه، مشروع مثلا وادي التنميه الجديد بتاع دكتور فاروق الباز. انا ممكن بمنتهى البساطه استخدم برضه السوبر كومبيوتنج في ان انا اعمل تحليل للارض وللتربه، وايه احسن مكان انا ممكن ابني فيه مدن، ايه احسن مكان ممكن احط فيه انواع معينه من الزراعات. طبعا الارض بصفه عامه انت ممكن تحللها، وممكن يكون في علماء يمسكوا مساحات صغيره ويحللوها، لكن انا امسك مساحه شاسعه واحللها دي ليها معادلات رياضيه. ممكن في النهايه اقدر اوصل من خلال المعادلات الرياضيه ودي تطبيقاتها ان انا اقول والله ده احسن مكان في مصر كلها ابتدي فيه تنميه. في مصر ما فيش سوبر كمبيوترز؟ احنا في مصر عندنا 1 أو 2 سوبر كمبيوترز. السوبر كمبيوتر المعروف لغايه دلوقتي هو في هيئه الاستشعار عن بعد، ولكن طبعا لان المجال ده بيتطور بسرعه كبيره جدا. الكمبيوتر ده بقى كل 6 شهور تقريبا. احنا من 6 شهور لسنه فعلا. احنا كل 6 شهور، هو انت عندك حق، انت كل 6 شهور قانون مور بتنزل مجله او بتنزل اكشن ويب سايت. الويب سايت ده بيطلع فين اسرع سوبر كمبيوتر، وفعلا بالمعنى الحرفي تقريبا كل 6 شهور بيطلع سوبر كمبيوتر يشطب على القديم. الويب سايت ده اسمه ايه؟ خلينا نقوله على الهواء. اسمه top500.org. top500. احنا في مصر الاشهر عندنا اللي في هيئه الاستشعار. هيئه الاستشعار، ولكن ده للاسف ما هواش داخل. هو التوب 500 طبعا بيجيبوا بيكيبوا تراك او بيتتبعوا اخر 500 او اسرع 500. احنا للاسف مش من ضمن اكبر 500. وهنا تيجي النقطه الثانيه، احنا ايه اللي مطلوب مننا ان احنا نعمل السوبر كمبيوتر ده؟
وطبعا انك تبني الجهاز نفسه هو تحدي، ولكن ما هوش التحدي الاكبر. انا شايف ان التحدي الاكبر ان احنا نوصل لثقافه استخدام السوبر كمبيوتر. انا لما كنت في فتره من الفترات موجود في مصر واتكلمت مع علماء كتير في مجال الفيزياء والكيمياء، كان معظم التركيز على الاكسبيرمنتال ريسيرش، بمعنى ان انا اقعد في اللاب وانا اقعد اجرب بنفسي واشوف النتائج. ولكن ثقافه الكمبيوتيشنال ساينسز، بمعنى ان انا بدل ما اعتمد على ان انا اقعد في اللاب ويفرقع في وش اللاب في بعض الاحيان، لا، انا ممكن اعمل سيميليشن جوه الكمبيوتر زي ما بيحاولوا يعملوا في امريكا قبل ما يبنوا اي موديل طياره. حتى على الرغم من الخبره الفظيعه اللي موجوده عندهم، هم بيبتدوا في الاول ان هو حتى بيتبسطوا يقول لك ايه، انا هطير الطياره جوه الكمبيوتر، انه يعمل لها سيميليشن جوه السوبر كمبيوتر. ودي حاجه ثانيه مهمه. بنى الجهاز، الثقافه بتاعتنا، المشاريع القوميه. انا شايف ان احنا عندنا مشاريع وافكار كتيره جدا، خاصه بعد الثوره. احنا حصل انفجار في كميه المعلومات او كميه الافكار اللي ممكن تقترح، ولكن ان احنا بس نرسخ ثقافه السوبر كمبيوتر ممكن تساعدنا في المجال. رائع جدا دكتور محمد احمد. العلامه الكبير دكتور ابراهيم بدران. انا معايا دقائق معدوده، يمكن 3 دقائق، وعندي 3 اسئله، فعاوزين كل سؤال في دقيقه من فضلك. اول حاجه المجمع العلمي، وحضرتك الان رئيس المجمع العلمي والالام التي صاحبت حرق هذا المجمع، ايه مشروع حضرتك القادم ليه؟ وانا عارف ان في اجتماعات يوميه. مشروعي هيتوقف على دول، بمعنى على اولاد مصر. اللي انا شخصيا بعتبر اولادنا دول رصيد. في يوم من الايام كنت عضو في حاجه اسمها جلوبال ادفايزري كوميتي في الهيئه الصحيه العالميه بتاع ريسيرش. الكلام ده في الثمانينات. فجاء واحد اسمه سيناتور كينيدي من ماساتشوستس يقول محاضره عن التغذيه في العالم، وطلب من رئيس الهيئه الصحيه العالميه انه يقابل واحد من العالم النامي. فرئيس الهيئه الصحيه العالميه بيقول لي عندك مانع تقابله على انك واحد من العالم النامي؟ قلت له انا هتخلص من جلدي، انا من العالم النامي وهعيش واموت من العالم النامي لغايه لما يرتقي، وهيرتقي على ايدين اجيال جايه ان شاء الله. فان شاء الله. فبتكلم معاه، دخلت اتكلم معاه. كينيدي كان راجل ظريف، كان سيناتور. فبيقول لي نعرف ان عندكم في مصر مشكله برين درين خطيره. مسح العقول، يعني غسل العقول. يعني هروب العقول من الناس، هجرة العقول وهجرتها. هجرة العقول. نعم. والايدي القادره. نعم. العقول المتقدمه والايدي القويه. فايه؟ قلت له والله احنا عندنا اولا في مصر حاجتين ما عندكوش منهم. قال ايه؟ قلت له عندنا حاجه اسمها الرابطه بالارض والرابطه بالاسره. دي ما عندكوش في امريكا. عشان كده احنا بنعتبر كل مصري مهاجر رصيد في بنك اجنبي، كل العوائد بتاعته هترجع لنا وراس المال هيجي معاه. انت بتراهن حضرتك على العقول الخارجيه. هذا كان رايي. نعم. لسيناتور كينيدي عن العقول المهاجره. طيب، ده رائع جدا في رايك في العقول المهاجره. اخيرا حضرتك انت بتعالج الفقراء. في 2012 العياده بتاعت حضرتك الفقراء بيجوا لها، هو الكشف بتاع حضرتك سعره والله كام؟ لو قدرت اخليه قرش ساغل عملته قرش. كم سعره دلوقتي؟ لا مش لا عشان خاطري في والله الهواء. لا يعني هنا في الهواء مباشره. لا تزكوا انفسكم. انا يعني لو قدرت اخليه قرش ساغل هعمله. الكشف ب 10 جنيه تقريبا؟ الحمد لله. ولا اقل يا دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. علمنا الكبير، انت عينيك بتدمع عليه دلوقتي. انا طبعا يعني الحمد لله راضي. ربنا يديك الصحه. انت وربنا اكرمني به جدا، وبحب هذه المهنه واموت عشان خاطر الحق عيان لغايه النهارده. انت رمز مصر الاكبر في ان انت بتدينا قوه دافعه، والله في ان انت بتحارب. ده مش انا لوحدي، الجيل بتاعي كله صحيح يفنى في خدمه واحد مصري. والله انت بكيت امتى مع الثوره؟ بكيت ساعه اولا ساعه لما شفت بعض الولاد بتقتل. بكيت لما شفت ولاد بتقتل، وبكيت وانا بشوف المجمع العلمي المصري اللي انا عضو فيه من 35 سنه، لقيته بيتحرق قدام عيني، وواقف عشرات المئات ولا الالوف، محدش فيهم يقول لهم عيب. 3 عيال ماسكين اجنه حديد يكسروا ويرموا المولوتوف، ووراه شاشه قد كده مولعه عشان يكملوا الحريقه، ويسقفوا ويعملوا كده. بكيت
بكيت على مصر، لان انا من سن 8 سنين بمشي في المظاهره. انا كنت في مدرسه اسمها مدرسه النصريه في معروف هنا. في سن 8 سنين جه وزير بريطاني كان اسمه سير صامويل هور، وزير خارجيه بريطانيا. فخرجت المظاهرات واحنا في سنه اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي، كانوا بيقولوا يسقط هور ابن التور، فكنا ماشيين وراهم بيقولوا يسقط هور، احنا لا عارفين هور ولا عارفين تور. انت متفائل بشان مستقبل مصر؟ متفائل لغايه لما اموت. ربنا يديك الصحه ونسعد بيك دائما. علمنا الكبير العلامه الكبير دكتور ابراهيم بدران. علامه التلميذ لغايه النهارده. أنت اكرمتنا بهذا اللقاء بسعد الثاني. الناس معه. النور بتاع المستقبل. الدكتور محمد احمد الباحث المصري مهم جدا في مايكروسوفت، والسوبر كمبيوترز بنراهن عليها المستقبل مصر. قلت لحضرتك ان انا زرت 10 ولايات، اكبر جامعات في 10 ولايات، في رحله كانت يعني جايه من IIE International Institute of Education. نعم. والله الخميس والجمعه والسبت كان بيتفتح لنا الجامعات عشان نزورها. جيل الثوره بيبوس راس حضرتك يا دكتور ابراهيم. محل ما تحط رجلك تلاقي واحد مصري. الله قمه. الله اكبر. اليس هذا من فضل الله؟ هذا من فضل الله. هم دول اللي هيبنوا مصر باذن الله ان شاء الله. اجمل كلمه ننهي بها هذه الحلقه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نشوفكم بكره الساعه 3 بتوقيت القاهره. IT شو مفاجاه كبيره جدا، احد ابرز العقول الاجنبيه من الخارج لاول اول مره على مستوى الشرق الاوسط. الى اللقاء. الحمد لله.